في مكتبه المزدحم بالأوراق، وقف أمير أمام مديره وهو يقدم تقريرا صادقا عن خطأ وقع في المشروع. صوته كان واضحا وثابتا، يعترف بالمسؤولية كاملة دون تبريرات. في جلسة عائلية هادئة، تحدثت ليان بصراحة عن مشاعرها تجاه قرار مهم، موضحة أن الصدق مع النفس هو أول خطوات السلام الداخلي. عيناها تعكسان الطمأنينة. واجه أمير وليان تحدياً كبيراً عندما اكتشفا تناقضاً بين وعود قدمت وواقع مؤلم. قررا معاً قول الحقيقة بكل شجاعة، مدركين أن الثقة تبنى بهذا الصدق. بعد رحلة الصدق الشاقة، يجلس الاثنان على مقعد في الحديقة مبتسمين. لقد تحولت المصاعب إلى ثقة متينة، والصراحة أصبحت أساساً لعلاقة أقوى وأكثر تأثيراً في محيطهما.